السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير. يوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده مميز جدا. حضر مع بعض الحواوشي باسهل واجمل وابسط طريقه. الطريقه دي هتعتمدها دايما في عمل الحواوشي. هنعملها مع بعض بعجينه مظبوطه 100%، وهنعرف تكتها وتفاصيلها مع بعض، وهنعملها بحشوه مميزه كمان احلى بكتير من بتاعه بره. وهنقول اداء التفاصيل عشان تطلع معاكي مظبوطه، حاجه كده تشرفك قدام اي حد. الطريقة دي أنا بهديها لكم يا بنات، بجد تحفة. معانا هنا اللحمة المفرومة الكمية المناسبة ليكي، ويكون فيها نسبة من الدهن. معايا كام قرن من الفلفل كده حامي، وبصلتين، وكمان طماطماية وخضرة كده بقدونس وشبت. هنضربهم في الكبة كويس قوي ونضيفهم على كمية اللحمة اللي عندنا. هنا معايا خلطة من الحواوشي، بتاعت خلطة الحواوشي، يا إما خلطة الكفتة. ده من كنوت حلو جدا، بتدي تست حلو قوي بالنسبة للحمة أو بالنسبة للخلطة اللي احنا هنعملها. وطبعا حطينا ملح وفلفل وكزبرة. الكلام ده كله كده هندعكه في قلب بعضه كده، وانت مزجيه كله ياخد من قلب بعضه بالشكل ده. شايفة الخليط حلو ازاي؟ ما شاء الله، الريحة جميلة جدا. وانا كده بدعك الخلطة دي مع بعضها. تعالي بقى نعمل العجينة. اهم خطوة في العجينة دي يا بنات، ان نعجن العجين كويس جدا جدا. معايا نص كيلو من الدقيق، حطينا عليه معلقة من الخميرة، وحطينا كمان رشة من الملح. والتكة بقى ديت من عندي وهتعمليها وهتعتمديها، هي رشة الكركم. بتدي لون حلو جدا جدا، وطعم مميز كمان بالنسبة للعجينة. هنبدأ نحط المية بالتدريج واحدة واحدة كده، ونعجن العجينة كويس. والعجينة يا بنات لازم تكون يابسة، وبعد كده بنطريها بالتدريج بالمية. تمام. بنطريها بالتدريج ليه؟ علشان نعمل عرق كده للعجينة، او بمعنى اصح ننشط مادة الجلوتين اللي بيبقى في الدقيق. تمام كده. هنعجن العجينة كويس جدا لحد ما تنعم معايا وتبقى منطوية، وفي نفس الوقت بتبقى لا طرية قوي ولا يابسة قوي. بنحط المية بالتدريج واحدة واحدة. فايدة ايه؟ فايدة العرق هنا في العجينة يا بنات، ان انا بربي لها عرق كده واخليها تمط كده، ما تبقاش سايبة قوي. انك انت لما تيجي تشكلي العجينة وتشدي العجينة معاكي، ما بتتجرحش او تتخرم معاكي. تمام. هنا طبعا هنحط بس معلقتين من الزيت كده في العجينة، بتدي لها تست حلو جدا وطعم جميل. حتى لو تفضل منك عيش بعد كده او حتة من العجينة بتعمليها رغيف كده عيش، بتبقى تحفة لو تفضل يعني. ولكن هي بتبقى على قد. شايفة العجينة عاملة ازاي؟ جميلة وطرية ومنطوية، لا يابسة قوي ولا كمان طرية قوي. ليه عملناها؟ عجناها عجنة صح، ونشطنا مادة الجلوتين اللي بيبقى فيها عشان يكون فيها عرق. وفي نفس الوقت هنسيبها ترتاح كده، وعجناها مدة ما تقلش عن 7 دقايق. تعالي بقى بعد ما سيبناها ترتاح، احنا مش هنسيبها تتخمر يا بنات، انا هسيب العجينة ترتاح. تعالي بقى الطريقة الطريقة اللي انا هوريها لك دي هتعتمديها، وانا بهديها لبناتي كلهم. هنعمل ايه؟ هندهن دهنة بسيطة على سطح العمل او على الرخامة كده، دهنة بسيطة من الزيت، ونبدأ. شايفة العجينة جميلة ازاي؟ بجد تحفة. هنبدأ بقى نكورها. الكورة اللي انت هتكوريها او القرصة اللي هتكوريها على قد رغيف العيش بالظبط. تمام. مش هنعمل بقى رغيف نفرد رغيف ونحطه في رغيف، لا. الطريقة دي تحفة. طبعا انا بدهن ايدي بسيط من الزيت كده، لان العجينة طبعا طرية معايا اهي. شايفة؟ هنبدأ ناخد من كل حتة حتة كده علشان نعمل الرغيف بالظبط على قد الايه، عشان ما تبقاش لا كبير قوي ولا صغير قوي. يعني خير الامور وسط في كل شيء. هنبدأ بقى نخلص كل العجينة. نص كيلو جم معايا بالظبط 6 من الأرغفة. شوفي بقى الطريقة دي جميلة جدا وهتعتمديها. نفتح بقى كده الرغيف، طبعا بنسيبه يرتاح شوية عشان خاطر لما تيجي تفرديه ما يشدش معاك. ونبدأ نحط بقى كمية اللحمة المطلوبة في قلب الرغيف. شايفة الطريقة دي جميلة ازاي؟ جميلة جدا. هنبدأ بقى، حاولي ما تدينيش ايدك زيت كتير، عشان لما تيجي تقفلي الرغيف العيش ينقفل كده معاكي. تقدري تقفليه بقدر الامكان يعني، ويبقى دايرة كده. تمام. جميلة جدا. وشايفة لما كمان بنفرد الرغيف ونبدأ نحط فيه الحشوة ونلمها كده على بعض، ما بتتقطعش معانا. ليه بقى؟ عشان احنا عجننا العجينة كويس قوي. يعني من نجاح العجينة انك انت لما تيجي تشد العجينة كده، لا بتتخدش معاكي ولا بتتخرم معاكي. طبعا علشان احنا مريحين العجينة، وفي نفس الوقت عجنينها كويس او بتنفرد معايا بكل سهولة. شايفة؟
طريقة حلوة جدا جدا. واقول لك ازاي تفرديها عشان لما تيجي تفرديها تلاقي كده اللحمة فيها كلها، مش سايبة بقى لا الوسط ولا الحرف ولا اي حاجة. من اول الوسط لحد حرف الرغيف بتلاقي العجينة الحشوة مالية الرغيف بحاله. كمية بقى اللحمة زي ما انت عايزة. شايفة انا بعملها ازاي؟ بجيب الحروف على بعضيها كده بالشكل ده. هعمل معاكم كام واحدة كده اهي، ونبدأ بقى نحطها على الأرضية أو على القفل اللي احنا قافلينه. وما تدهنيش ايدك زيت كتير علشان خاطر تقدري تقفلي العجينة كويس. شايفة جميلة جدا جدا وبسرعة، بغير ما تعملي وغير كمان ما بتفردي على دقيق، وغير ما بتعملي القرصة فوق القرصة وبيبقى لها حرف. دي بقى رغيف العيش بيبقى معاكي. اولا بتكون اللحمه كلها ماليه الرغيف، وفي نفس الوقت الرغيف العيش ما بيبقاش ليه حرف، بيبقى احسن بكتير من بتاع بره. كده خلصنا كل الكميه ما شاء الله اللهم بارك. تعالي بقى نفرد بقى. تفردي ازاي بقى عشان تبقى اللحمه جوه ما تسيبش الحروف من جوه على بره بالشكل ده؟ بقدر الامكان خليها دايره، على شكل دايره كده. شايفه؟ طبعا اللحمه باينه من الرغيف اهيت ان هي مفروده كلها في كل الرغيف. وفي طريقه كمان، ممكن هجيب الصينيه اللي انا هخبز فيها وافرد الرغيف في قلب الصينيه، بس تكوني دهنه بسيطه او رشه بسيطه من الزيت. شايفه الصينيه معايا اهي اللي انا هدخلها الفرن عشان ما تشيليش بس وتحطي والرغيف مثلا ما يطلعش منك على الدايره. هنبدأ نجيب الصينية بتاعتنا ونحط الرغيف كده، وسيبي مسافة ما بين كل رغيف ورغيف. هنفرد في قلب الصينية من جوه على بره. واهم حاجة الحروف اهيت. الرغيف جميل جدا شكله باين، الصورة خير دليل. من جوه على بره يا بنات كده علشان الحشوة كلها تملى الرغيف. وهدي خطوة اختيارية، لو حابة تعمليها ممكن تديني دهنة بسيطة من الزيت، ممكن صفار بيضة ومعلقة من الخل. وهبدأ أدهن دهنة بسيطة من فوق الوش كده. ترش بقى حبة سمسم، ترش حبة البركة. هتسيبيها سادة هي كده جميلة جدا. بجد الطريقة دي جميلة. ولو أول مرة بتعملي الحواوشي بجد هتبقى ناجحة منك من أول مرة. هدخلها بقى الفرن على نار درجة حرارة 200 أو 220، وتدينا الوش الجميل ده. شايفة؟ بجد تحفة، وشها حلو جدا جدا من صفار البيض اللي احنا حطيناه. تعالي بقى هنفتح واحدة من جوه واوريكي بقى الجمال كله. بجد رهيبة، جميلة جدا، والطعم بجد من الآخر أجمل بكتير من بره. والتسوية كمان بالظبط. الرغيف شكله تحفة، ومن جوه كده هوريك اللحمة متماسكة، والريحة بجد جميلة يا بنات، حلوة قوي قوي. تعالي بقى نفتح واحدة من جوه ما شاء الله اللهم بارك. شايفة اللحمة مالية الرغيف كله، واللحمة كده متماسكة اهي، والريحة جميلة جدا. العيش بجد حلو قوي، تاكلي العيش قبل كمان اللحمة. هنفتح واحدة من جوه كده اهي. حلو، اعملوه بالطريقة دي يا بنات. في روحه بقى سلطة، شيبسي، بطاطس محمرة، جميلة جدا. اعملوه بالطريقة دي، وأتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات، يا رب يحسن ما بين ايديكم جميعا. شايفة الجمال؟ مفيش بعد كده. أنا متأكدة هينجح من ايدك لو أول مرة بتعملي الحواوشي، ومش هتشتريه من بره تاني. الرغيف حلو جدا وطعمه بالاخر، مش لاقي كلام اقوله بجد. هتعمليه وهتجربيه وما تكتبيش التعليقات الا بعد ما تجربيه، لان انا واثقه ان متاكده ان هيعجبكم جدا. شايفه الجمال؟ مفيش بعد كده. يا رب الفيديو البسيط ده يعجبكم، اتمنى تجربوه. اشوفكم على خير، فيديوهات كتيره طعمه بالاخر. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. السلام عليكم.